هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي ذاتي أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 15 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ونقدم لكم وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي الجزء الأول الذي يتناول عدم انضمام إريتريا إلى منطقة التجارة الحرة الأفريقية. أما في الجزء الثاني نقدم لكم متابعة لتقرير من BBC يتناول مجزرة فض اعتصام الخرطوم في 3 من يونيو الماضي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا توضح أسباب عدم انضمامها للمنطقة التجارية الحرة الأفريقية. تحقيق صحفي للBBC يكشف المتسببين في مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم. وتركيا تتسلم منظومة الدفاع الجوي الروسية في وسط توتر مع الولايات المتحدة. وأخيرا فرنسا تفرض ضريبة على شركات جوجل وفيسبوك رغم تهديدات واشنطن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. قال مبعوث إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي السفير أرايا داستا بأن إريتريا ليس لديها مانع مبدئيا من الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة الأفريقية الجديدة، ولكن على الاتحاد الأفريقي إرسال وفد إلى إريتريا للقاء القيادة هناك وإقناعها بأهداف المنطقة. وكان مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي ألبرت موشانغا قد قال بأن إريتريا بررت رفضها الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة بخلافها مع إثيوبيا، ولكنه لم يحدد تفاصيل هذا الزعم. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قامت الBBC وعبر برنامج عين على أفريقيا بتحليل 300 مقطع من هواتف شهود عيان لما حدث يوم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في 3 من يونيو الماضي. ووثقت تقرير استعدادات قوات الشرطة والدعم السريع لفض الاعتصام، ووضح عبر خرائط كيفية تحرك القوات منذ فجر 3 من يونيو حتى الساعة 5 صباحا موعد فض الاعتصام. وسجل التقرير حالات القتل والاغتصاب والتخريب التي عانى منها المعتصمون. وحمل التقرير قوات الدعم السريع والمجلس العسكري كامل المسؤولية عن المجزرة. وللمزيد أيضا حول هذا التقرير تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قالت وزارة الدفاع التركية أنها تسلمت يوم الجمعة الماضي المعدات الأولى للدفعة من منظومة S-400 للدفاع الجوي الروسية. ويأتي الإعلان التركي في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية شراء تركيا للمنظومة الروسية وإيقاف الولايات المتحدة برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرات F-35 وتعليق عملية تسليم 4 طائرات من هذا الطراز لتركيا رغم تسديد ثمنها. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بسرقة أموال تركيا، في إشارة إلى منع الولايات المتحدة تسليم تركيا طائرات F-35، وكان البلدان قد اتفقا على تسليمها لتركيا. وافق البرلمان الفرنسي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3% على شركات الإنترنت والتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأن هذه الضريبة تعيد تأسيس العدالة المالية. وستفرض ضريبة 3% على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات التي تتم في فرنسا. وصدق مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي يوم الخميس الماضي على الضريبة الجديدة بعد أسبوع واحد من موافقة الجمعية الوطنية عليها. وسوف تفرض الضريبة الجديدة على أي شركة رقمية تتجاوز عوائدها أكثر من 750 مليون يورو، أي ما يعادل 850 مليون دولار أمريكي.
ويكون 25 مليون يورو منها على الأقل قد تولد في فرنسا. وستطبق الضريبة بأثر رجعي بدءا من أول 2019، ويتوقع أن تبلغ عوائد هذا العام 400 مليون يورو. ووعدت الولايات المتحدة بالتحقيق في أمر الضريبة التي تعتقد أنها تستهدف بطريقة غير عادلة الشركات الأمريكية، وقد يفضي التحقيق إلى فرض رسوم عقابية. ولكن الوزير لومير قال أن مثل هذه الخلافات يجب أن تحل عن طريق المفاوضات وليس التهديدات. وهناك قلق عام متزايد في فرنسا من شركات الإنترنت العملاقة التي توجد مقرها في أماكن أخرى تفاديا لدفع ضرائب على مبيعاتها في فرنسا. ولم تتمكن الحكومة الفرنسية من إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب مماثلة على نطاق واسع في كل دول الاتحاد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر الاقتصادي من باريس نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تحدد أسباب عدم انضمامها للمنطقة التجارية الأفريقية الحرة. تحقيق صحفي للبي بي سي يكشف المتسببين في مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم. وتركيا تتسلم منظومة الدفاع الجوي الروسية في وسط توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا فرنسا تفرض ضريبة على جوجل وفيسبوك رغم تهديدات واشنطن. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرة برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامجكم الأسبوعي، والذي نسلط فيه الضوء بالمتابعة والرصد والتعليق على أهم أحداث الأسبوع الماضي على المستوى المحلي لإريتريا والإقليمي أو العالمي. ونبدأ جولتنا لهذا الأسبوع بتناول الموقف الإريتري من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة للدول الأفريقية، ونستعرض أهم المخرجات الاقتصادية المتوقعة لهذا الإنجاز الاقتصادي الكبير للقارة الأفريقية. أما في الجزء الثاني نقدم متابعة لتقرير قسم التحقيقات الصحفية بإذاعة وتلفزيون البي بي سي، والذي رصد مجزرة 3 يونيو في الخرطوم، وفيها نتابع كيف بدأت وكيف انتهت المجزرة ومن يتحمل مسؤوليتها. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرينا. المنطقة التجارية الحرة لأفريقيا وغياب إريتريا عنها. غابت كل من إريتريا وبنين عن الانضمام لمنظمة التجارة الحرة للدول الأفريقية، وكانت كل من إريتريا ونيجيريا وبنين قد أعلنت أنها لم تنضم إلى المبادرة الاقتصادية. وبررت نيجيريا والتي انضمت لاحقا عدم انضمامها بسبب الحاجة إلى دراسة المسألة بعمق، في ظل مخاوف للاقتصاديات المحلية في نيجيريا من تأثيرات فتح التجارة البينية بين الدول الأفريقية على الأعمال والصناعات المحلية. ولكن الرئيس النيجيري محمد بوهاري أعلن لاحقا انضمام بلاده إلى هذه المنطقة التجارية المهمة، بينما لم تصرح بنين حتى الآن بسبب إحجامها عن الانضمام لهذه المبادرة. إريتريا من جانبها ظلت صامتة حتى قبل نهاية الأسبوع الماضي، حيث صرح مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي السفير أرايا دستا بأن إريتريا توافق مبدئيا على الانضمام إلى المبادرة، ولكن من الواجب أن يقوم وفد من الاتحاد الأفريقي بزيارة إريتريا لطرح مخرجات المبادرة على القيادة الإريترية. هذا لم يكن نفس رأي مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الأفريقي السيد ألبرت موتشانغا، والذي قال بأن إريتريا بررت عدم انضمامها للمبادرة الاقتصادية بخلافاتها مع إثيوبيا. ولم يوضح المسؤول الأفريقي المزيد حول وجهة النظر الإريترية هذه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فما هي المنطقة التجارية الأفريقية الحرة؟
هذه الخطوة الاقتصادية الجبارة هي نتاج لمناقشات بدأت قبل 4 سنوات في العاصمة الرواندية كيغالي، وبدأت على مستوى الخبراء وتواصلت على مستوى الوزراء ورؤساء الدول. وتم في 7 من الشهر الجاري في عاصمة النيجر نيامي الإعلان النهائي لمولد المنظمة، والتي يقول الخبراء الاقتصاديون بأنها سوف تغطي 1.2 بليون نسمة، بينما يصل هذا الرقم إلى 2.5 بليون نسمة في عام 2050. ويقدر الناتج الإجمالي للدول الداخلة في هذه المنطقة ب 2.2 تريليون يورو. ويقدر الناتج الإجمالي للدول الداخلة في هذه المنطقة ب 2.2 تريليون يورو. ويصل مستوى التبادل في التجارة البينية بين الدول الأفريقية حاليا إلى 16% فقط، بينما يصل بين الدول الآسيوية إلى 51%، ويصل في أوروبا إلى 70%. ويشير خبراء تابعون للاتحاد الأفريقي بأن المنطقة سوف تخلق منطقة تبادل بقيمة 3.4 تريليون دولار. ووصف خبير اقتصادي أفريقي بأن تأسيس هذه المنظمة التجارية الحرة هو أهم إنجاز تشهده القارة الأفريقية بعد تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في مايو من عام 1963. هذه إذاعة إرنا. المزايا والعوائد. وكما قلنا فأن فكرة التداول حول إنشاء المنظمة التجارية بدأت قبل 4 سنوات، وحتى هذا الوقت انضمت لها تقريبا كل الدول الأفريقية، ولكن هناك 25 دولة لم تصادق على الاتفاقية حتى تكون سارية فيها. ومن أهم العوائد الاقتصادية المتوقعة لهذه المنطقة هو تسهيل التبادل التجاري البيني بين كل الدول الأفريقية، بما يزيل الحواجز الجمركية والضرائب المفروضة على حركة البشر والسلع. ثانيا، دعم تقوية شبكة البنية التحتية من موانئ ومطارات وطرق، بما يساعد على انسياب حركة السلع والبشر. أما على المستوى المالي فسوف تستطيع الدول التعامل بعملاتها المحلية دون اللجوء إلى عملات وسيطة، مما يوفر حوالي بليون دولار هي أسعار تحويل العملات. والآن الدولتان الغائبتان عن هذه الوثبة الاقتصادية الكبرى في أفريقيا هما إريتريا وبنين. وكالعادة تبدأ إريتريا اختلاق المبررات في تهميش دورها الإقليمي والدولي. والآن سفير إريتريا في الاتحاد الأفريقي يطلب من أفريقيا كلها أن تذهب إلى أسمرة لإقناع فخامة الرئيس إسياس أفورقي بجدوى هذه الاتفاقية. وحتى تتم تلك الخطوة يبقى الشعب الإريتري محروما حتى من التبادل التجاري المباشر عبر الحدود مع كل من السودان وإثيوبيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، وضمن الجزء الأول من حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث إلى متابعة وتعليق حول غياب إريتريا من الانضمام إلى المنطقة التجارية للدول الأفريقية. أما في الجزء الثاني فسوف نقدم لكم نبذة عن التقرير الذي أعده قسم التحقيقات الصحفية في الBBC، وحلل فيه 300 مقطع فيديو مصور لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 من يونيو الماضي في الخرطوم. ويحدد التقرير في النهاية الجهات المسؤولة عن فض الاعتصام بناء على تحليل المقاطع وشهادات الشهود العيان الناجين عن المجزرة. فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. قام الBBC وضمن برنامج عين على أفريقيا بتحليل 300 مقطع وشهادات مصورة لشهود عيان نجوا من مذبحة فض اعتصام القيادة العامة في 3 من يونيو الماضي. وكانت مدة الحلقة حوالي 18 دقيقة، وهي متوفرة على موقع الBBC وعلى اليوتيوب. ورصدت عبر خارطة كيفية تقدم قوات الدعم السريع والشرطة والأمن من شارع النيل والتفافهم عن طريق شارع الإمام المهدي وصولا إلى شارع بري أمام القيادة العامة.
وكان هذا في ساعات الصباح الأولى. ورصدت المقاطع التي انتشرت بعد رفع الحظر على الإنترنت والذي استمر 36 يوما في السودان من قبل المجلس العسكري بحجة أن الإنترنت يهدد الأمن القومي، ولكن الخوف الحقيقي كان هو من انتشار هذه المقاطع المصورة والتي احتفظ بها العديد من الناشطين في هواتفهم، رغم قيام أفراد من القوات التي فضت الاعتصام بمصادرة أموال وهواتف كل من تواجدوا. وقام أفراد من هذه القوات بمسح كل المقاطع التي كانت على الهواتف والتي لم يعيدوها إلى أصحابها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أظهرت المقاطع الاستعدادات التي كانت تقوم بها قوات الدعم السريع والأمن والشرطة قبل 10 أيام من فض الاعتصام، وشملت تدريبات على فض الاعتصامات واستخدام سيارات الدفع الرباعي، وكان هذا إعداد كامل للقيام بعملية الفض بتخطيط مسبق من قبل المجلس العسكري حسب ما أفاد التقرير الذي أكد بأن القوات التي فضت الاعتصام كانت تأتمر بأوامر المجلس العسكري. وأكد التقرير بأن غالبية الوحدات التي شاركت في الفض هي تابعة لقوات الدعم السريع التي يرأسها الفريق حميدتي، وهي ميليشيات شبه عسكرية مكونة من قبائل غرب السودان ومتمرسة في ارتكاب جرائم إبادة في دارفور، وقائدها نفسه مطلوب للعدالة الدولية على خلفية انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان هناك. وأبرز التقرير الإخباري للبي بي سي دخول القوات العسكرية ميدان الاعتصام عند الساعة 5 من فجر يوم 3 من يونيو، وإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين، ورصد كذلك أول الشهداء الذين سقطوا وأماكن سقوطهم، وأتبع ذلك بصور من أقسام الطوارئ في المستشفيات. وحذر التقرير من أن العديد من المشاهد في التحقيق الصحفي تعتبر قاسية وتصعب مشاهدتها. وفي الختام قدم التقرير شهادة لضابطين لم يذكر اسميهما للبي بي سي وهما من قوات التدخل السريع، قالا فيها بأن القوات حصلت على تدريب بغرض فض الاعتصام قبل ذلك بأيام، وأن الفريق حميدتي نفسه أعطى الأوامر بتنظيف منطقة الاعتصام. وقبل التنفيذ حضر إلى القوات اللواء عبد الرحيم دوغلو شقيق حميدتي، وطلب من القوات التحرك لتنظيف القيادة العامة وكنسها من المعتصمين. وأكد التقرير في الختام بأن تحرك القوات العسكرية التي نفذت فض الاعتصام ما كان ليتم دون أوامر عليا من المجلس العسكري الانتقالي، مما يكذب رواية المجلس وإنكاره تنفيذ فض الاعتصام، والذي قال المجلس أن عدد من قتلوا فيه كان لا يتجاوز 61 شخصا، بينما قدرت لجنة أطباء السودان العدد حينها ب138 شهيدا سقطوا بالرصاص الحي لهذه القوات. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى متابعة لتقرير البي بي سي حول مجزرة القيادة العامة في 3 من يونيو الماضي في الخرطوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إريتريا تحدد أسباب عدم انضمامها للمنطقة التجارية الحرة. قال مبعوث إريتريا لدى الاتحاد الأفريقي سفير آريا ديستا بأن إريتريا ليس لديها مانع مبدئيا من الانضمام إلى المنطقة التجارية الحرة لأفريقيا، ولكن على الاتحاد الأفريقي إرسال وفد إلى إريتريا للقاء القيادة هناك وإقناعها بأهداف المنطقة. تحقيق صحفي للبي بي سي يكشف المتسببين في مجزرة فض الاعتصام في الخرطوم. قامت البي بي سي وعبر برنامج عين على أفريقيا بتحليل 300 مقطع من هواتف شهود عيان لما حدث يوم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني. ووثق التقرير استعدادات قوات الشرطة والدعم السريع لفض الاعتصام، وأوضح عبر خرائط كيفية تحرك القوات منذ فجر 3 من يونيو حتى الساعة 5 صباحا
موعد فض الاعتصام وسجل حالات القتل والاغتصاب والتخريب التي عانى منها المعتصمين. وحمل التقرير قوات الدعم السريع والمجلس العسكري كامل المسؤولية عن المجزرة. تركيا تتسلم منظومة الدفاع الجوي الروسية في وسط توتر مع الولايات المتحدة. قالت وزارة الدفاع التركية أنها تسلمت يوم الجمعة الماضي المعدات الأولى لدفعة من منظومة S-400 للدفاع الجوي الروسي. فرنسا تفرض ضريبة على جوجل وفيسبوك رغم تهديدات واشنطن. وافق البرلمان الفرنسي على تشريع بفرض ضريبة قدرها 3% على شركات الإنترنت والتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي بأن هذه الضريبة تعيد تأسيس العدالة المالية، وستفرض ضريبة 3% على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات التي تتم في فرنسا. بهذا الخبر الاقتصادي مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أكون قد قدمت لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.